السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا خلاص بقى مولد النبي كده على الابواب ان شاء الله. فكلنا كده يا رب كده نبدا بالصلاه على النبي كده، وطول ما انتوا قاعدين صلوا على النبي، فيديو غير الفيديو، طول ما انتوا قاعدين صلوا على النبي كده و... ونقول كده ربنا يعود علينا الايام جميعا بالخير يا رب. فقلنا نعمل بقى مع بعض كده، نبدا ونعمل مع بعض حلويات المولد. فقلنا اول نعمل حاجه نعملها بقى اللي هي الدوميه او الملبن الاحمر. طبعا الملبن الاحمر دون ما فيش حد طبعا ما بيحبوش، بيجي في العلبه كده ما شاء الله، كل يعني ما بيختلفش عليه اتنين. شايفين ما شاء الله، بصوا المطه بتاعته، اللهم صل على النبي، يعني جميل جدا جدا. عايزه اقول لكم انا مش هكدب عليكم واقول لكم ان هو سهل جدا وعادي، لا بص هو سهل، عمايله مش مكلف ولا حاجه، لكن صراحه ربنا الصعب اللي فيه وقفته قدام النار، التقليب المستمر دون، لكن هو صراحه ربنا كنتيجه تحفه جدا جدا ونتيجه مبهره بامانه. تعالوا بقى نشوف هنعمله مع بعض ازاي، بس نخش على الوصفه، ما تنساش اللايك والشير، طبعا نقول بسم الله. انا كان معايا هنا طاسه زي ما انتم شايفين، هنزل فيها بكوبايه ونص من السكر، بس يا ريت يكون سكر ابيض، وكوبايه ونص بنفس المج بتاع اللي احنا عايرنا بيه السكر ميه، وميه من الحنفيه، وزي ما انتم شايفين كده 3 معالق كبار من العسل الجلوكوز. طبعا العسل الجلوكوز دون بيدي نتيجه هائله جدا جدا لل للمنمل بتاعنا. واصلا لكل حلويات المولد بتاعت مولد النبي دي لازم يتحط عليها عسل جلوكوز، بيدينا نتيجه هائله جدا. المهم زي ما انتم شايفين انا طبعا هنزل كده اللي في المعلقه، ونزلت عليه كمان برشه من ملح الليمون او عصره نص ليمونه. انا ما كانش عندي ليمون فحطيت رشه ملح كده وذره ملح صغيره على النار. رفعته كده، اول ما يبتدي يغلي هقلبه زي ما انتم شايفين. احنا مش عايزين نكرمله ولا عايزين اي حاجه، احنا بس مجرد ما يغلي معانا عشان نشوف هنعمل ايه. اول ما يغلي معانا زي ما انتم شايفين كده، طبعا انا كنت مقلبه معاكم الاول، كنت نسيت اقول لكم ان انا كنت مقلبه نص كوبايه نشا عليها نص كوبايه من الميه. هقلبهم مع بعض وهنزل بيهم زي ما انتم شايفين كده، وايدي طبعا فيها علشان ما يحصلش اي تكتلات، لحد كده ما الاقي المهلبيه، يعتبر المهلبيه بتاعتنا دي كده لونها افتحها وبقى الابيض بتاعها دون ابيض شفاف كده، مش ابيض صريح زي كده، تمام. تغلي معانا، وايدي فيها، ايدك فيها باستمرار علشان خاطر النار وسط، وايدك فيها علشان خاطر ما يلزقش معانا في الطاسه. بعد كده انا مدوبه كمان 3 معالق من الجيلاتين الحلال، مدوبهم مع ربع كوبايه من الميه السخنه. هقلبهم مع بعض، وفي الوقت ده وكده اول ما الاقي خلاص المهلبيه يعني خدت قوام كده تقلت معانا، هنزل عليهم على طول بالجيلاتين، وهقلب زي ما انتم شايفين كده باستمرار. ايدي بقى فيها، هي هنا بقى كل الشغل بتاع الملبن في هنا في التقليب دون. انت بتقفي قد ايه؟ حوالي تلت ساعه باستمرار، ما توقفيش التقليب. صراحه يعني هو بس اجهاد كله هو في التقليب بس بتاعه، وبقيتها قدام النار، وخصوصا ان انا اصلا يعني مش قادره اقف بصراحه، بس كانت صعوبه عليا بامانه يعني، بس برضو قلت لازم اعمله. نزلت هنا بقى بنكهه الفانيليا، انتم ممكن ميه الورد لو بتحبوها، لكن احنا مش بنحب نكهه ميه الورد في قلب الملبن. فنزلت زي ما انتم شايفين كده بورقه من الفانيليا. ايدي في التقليب زي ما انتم شايفين مستمرين، هتفضلي تقلبي كده تلت ساعه متواصله ما توقفيش، والنار برضو وسط، ولا هي هاديه ولا هي عاليه زياده عن اللزوم. ايه بقى لحد ما تبص بقى تلمي كده المهلبيه، وتلاقي المهلبيه كده بتتلم معاكي كده مع الاسباتولا كده. هتنزلي دلوقتي بالسوداني، باللون، اي حاجه فيهم مش هنختلف يعني. بعد كده هننزل لون، وحددي بقى ده طبعا الوان جل مصرح بيها، طبعا الوان طعام. انت بتنزلي بقى لحد ما تختاري اللون اللي انت عايزاه، غامق فاتح على حسب انتوا ما بتحبوه، وعلى حسب ما يعني دي حاجه ترجع لك انت. ايدك فيها في التقليب. امتى بقى تعرفي ان الملبن استوى؟ هو كده ما استواش معاه طعم، بيغلي اي نعم لكن ما استواش معانا. تعرفي ازاي ان هو استوى؟ شايفين المعلقه؟ طول ما انا برفع المعلقه كده وبينزل معايا كده صريح، لا كده لسه. امتى؟ لما الاقي كده ان انا بنزله من على المعلقه وبينزل معايا بصعوبه كده، كده خلاص اعرف ان الملبن بتاعنا استوى تمام جدا. وخلاص كده هوقف، هطفي عليه النار على طول، وهنا اصب. طبعا هيكون معايا القوالب اللي هصب فيها او الصينيه او اي حاجه لازم تكون مدهونه زيت. بس للامان انا دهنتها زيت وجيت افضيها صراحه لقيتها لازقه فيها، بس انا في ساعتها يعني حبيت اجرب كده تلزق فيها، فانا في ساعتها كده فضيتها تاني، ورحت جايه حطيت دهنتها زيت زي ما انتم شايفين بقى. ده بص انا فضيتها قدامكم اهو، وبعد ما قفلت التليفون هديت شويه على الرخامه، وجيت كده اشوفها من تحت لقيتها لازقه، مع ان انا دهنها زيت. بالامانه يعني انا فضيتهم تاني صراحه في قلب الطاسه تاني. ورحت جايه فرشت دهنت العلبه زيت، زيت نضيف طبعا من غير اي ريحه، وفرشت فيها كده كيسين من بتوع التلاجة، وصبيتهم في قالب واحد بس اللي هو البلاستيك دون، ورحت جايه مغطياها كمان بكيس مدهون بالزيت وعينته في التلاجة.
تمام. بس كده زي ما انتم شايفين، بصوا نفس الخطوات دي هتعملوها كده، وبعد كده تحطوها في التلاجة. انا حاطه في التلاجة لتاني يوم. بصراحه ربنا يعني بصوا ما شاء الله، يعني هو عجبتنا جدا. على اللهم بارك، المطه بتاعتها تحفه جدا جدا صراحه. شايفين ما شاء الله، بصوا اللمعه دي بقى ده عشان خاطر العسل الجلوكوز معانا. ما شاء الله. قطعي زي ما انت عايزه، تقطعيها مربعات، تقطعيها مكعبات. بس بص انا قلت لكم انا تاني يوم، اسفه والله، لا انا بص حطيتها قعدت معايا حوالي 4 ساعات بس في التلاجة. انا كنت عايزه اسيبها لتاني يوم، لكن انا صراحه كنت خارجه وكنت هقعد بره كام يوم. بس خفت اسيبها في التلاجة فقطعتها 4 ساعات. بصوا كمان شايفين المطه تحفه. انتوا كمان لو قعدتوها لتاني يوم هيكون احسن من كده كمان، وهتديكوا نتيجه احسن من كده بكتير. بسم الله ما شاء الله، شايفين المطه بتاعتها جميله جدا جدا. وده دليل بقى ان الملبن بتاعنا ما شاء الله يعني صح صح جدا. السوداني دون انا مش مكتره، عشان انا عندنا اولادي مش بيحبوا السوداني كتير فيها. لكن انت لو بتحبي السوداني زودي زي ما انت عايزه. عايزه تحطي مكسرات حطي مكسرات، اللي انت عايزاه تحطيه حطيه. دي حاجه ترجع لك. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو ما تنساش اللايك والشير. والسلام عليكم.